ننقل ملفات بين الموبايل وجهاز الكمبيوتر. اهم حاجه يبقوا الاثنين متصلين على نفس الشبكه، نفس الفكره بتاعت الفيديو اللي فات. المره دي هنعرف ننقل ازاي بين اي جهاز والموبايل المتصلين على نفس الشبكه برضه. مساء الفل، ازيكم مليونير منك ليه؟ عاملين ايه؟ كويسين؟ فيديو النهارده هنعرف ازاي ننقل ملفات بين الموبايل وجهاز الكمبيوتر، سواء اللابتوب او بي سي عادي. اهم حاجه يبقوا الجهازين، الموبايل والجهاز اللي هتنقل منه، سواء منه للموبايل او من الموبايل ليه، اهم حاجه يبقوا الاثنين متصلين على نفس الشبكه. نفس الفكره بتاعت الفيديو اللي فات. الفيديو اللي فات عرفنا ازاي ننقل بين الاجهزه المرتبطه على نفس الشبكه. المره دي هنعرف ننقل ازاي بين اي جهاز والموبايل المتصلين على نفس الشبكه برضه، وبطريقه سهله وبسيطه. كل ما عليك هتنزل بس تطبيق واحد من البلاي ستور، وهتبدا تطبق الخطوات دي مع بعض لغايه ما نعرف ننقل الملفات سواء من اللابتوب او من الكمبيوتر للموبايل او العكس. وطبعا الموبايل هيبقى متوصل واي فاي، الجهاز الثاني متوصل لان ينفع، متوصل واي فاي برضه ينفع. اهم حاجه الاثنين متصلين على نفس الراوتر. اول حاجه طبعا نشغل الشبكه بتاعتنا الواي فاي اللي احنا هنتصل عليه عشان نبدا نعمل الحاجه دي مع بعض. هنروح اول حاجه على البلاي ستور، ندخل على السيرش، نكتب هنا فايل مانجر بلس. ده برنامج الفايل مانجر، ده هو بيدير الملفات بتاعت الموبايل. في ميزه بيضيفها لك يعني زياده عن البرنامج اللي بيبقى نازل مع التليفون اصلا، ان هو بيديك ميزه تقدر تفتح التليفون بتاعك او ملفات التليفون بتاعك على الجهاز عشان تقدر تنقل من خلال الشبكه بتاعك. هو فايل مانجر بلس، هو ده اللي ظهر قدامكم. انت طبعا هتحمله عشان لسه مثبتوش، انا منزله من زمان. هتدوس اوبن، نفتح الجهاز. كل اللي يهمنا فيه هو كله زي الفايل مانجر العادي بتاع جهاز. كل الميزه اللي هنعوزها اكسس فروم نتورك، هندوس عليها كده. لو دوسنا هما هيبقى العلامتين اللي فوق دول متعلم عليهم صح. راندوم باسورد لو متعلم عليها صح، دي الفكره بتاعتها ان كل مره هتيجي تدخل الملفات بتاعت الموبايل بتاعك من الكمبيوتر هيطالبك انك تدخل يوزر نيم وباسورد في كل مره. لكن لو شلنا عليها علامه الصح زي كده، دي هتدخل باسورد مره واحده وبعد كده مش هتقدر تدخل باسورد تاني، هيفتح معاك على طول. شو هاي هيدن فايل، لو انت خافي ملفات على الجهاز بتاعك هتظهر لك هنا على الكمبيوتر برضه، حتى لو انت خافيها. دي لو انت حابب انها تظهر، لو شلت من عليها العلامه الملفات المخفيه مش هتظهر على الكمبيوتر بتاعك. ندوس ستارت سيرفيس ونبدا ندخل على الجهاز الثاني او على اللابتوب ونشوف ازاي هنوصل الاثنين ببعض عشان ننقل ملفات بين الجهازين من خلال الشبكه بكل سهوله. هروح كده افتح ماي كمبيوتر عادي، كبرها بس عشان نشوف مع بعض. وعند كلمه ذيس بي سي دي اللي ظاهره هدوس عليها كده وابدا اكتب الامر اللي هو عاطيهوني هنا، اللي هو اف تي بي نقطتين فوق بعض دبل سلاش مايل يمين 192.168.1.2 نقطتين فوق بعض تاني 4513. ده مش ثابت، ده حسب ما تليفونك اللي هيظهره لك عندك هو اللي هتكتبه في كلمه ذيس بي سي دي. يعني هروح اكتب اف دي بي تقيله نقطتين فوق بعض دبل سلاش 192.168.1.2 فوق بعض 4513 وادوس انت. هنا طلب بي سي ويوزر نيم بالنسبه لنا عشان انا شغلت الراندوم باسورد وقفلته تاني، لكن انا هو هيطلبها منك كده مره واحده. لو انت شلت العلامه من عليها هتدخلهم مره واحده، وحتى لو قفلتها وشغلتها تاني مش هيعوز باسورد تاني. هروح هنا اكتب في اليوزر نيم، هكتب بي سي اللي هو كاتبها لي في البرنامج بتاع الموبايل. اروح على الباسورد اكتب 848052 وادوس سيف باسورد وادوس لوج اون. كده في صفحة تانية اتفتحت كده، فتح لك ملفات الموبايل بتاعك على اللابتوب. تقدر تنقل تاخد حاجة من التليفون تديها لللابتوب او العكس صحيح. يعني تقدر برضه تسحب حاجة من اللابتوب وتحطها للتليفون، واول ما تفتح هتلاقيها ظهرت عندك. تعالوا مثلا ناخد الصورة الثامنيل بتاع الفيديو اللي فات نحطها على الموبايل وافتحها لكم من الموبايل عشان اكد لكم الفكرة. هصغر دي تحت كده واروح هنا على اليوتيوب فيديو، اخر فيديو عملناه بتاع نقل الملفات. لو انتم فاكرين هسيبه لكم في الاي اللي فوق واللينك بتاعه في الديسكريبشن برضه عشان لو لسه ما حضرتوش. هاخد كوبي، بعد كده هروح على ديفايس في الداونلود هنا واروح دايس بس كده اتنقل الملف بتاعي. هدوس هنا ستوب سيرفيس كده الاكسس اتلغى. هنا لسه مفتوح على جهاز الكمبيوتر بتاعي
لكن هو اتلغى اصلا الاكسس، مش هتعرف تدخل على حاجه ثانيه. يعني لو حبيت مثلا ارجع لورا كده وادوس مثلا على ملف، جايب لي رساله خطا ان الكونكشن فصل. A connection with the server couldn't be established، يعني الكونكشن بين الجهازين فصل. عشان انا دوست ستوب سيرفيس على الموبايل، هروح كده للداونلود عشان اوريها لكم. ده التطبيق العادي بتاع الموبايل، داونلود، وادي الصوره بتاعت نقل الملفات جاست 1 ظاهره عندي على الموبايل، عشان تتاكدوا ان النقل فعلا شغال من غير كابلات ومن غير وصلات. هروح برضه اجرب معاكم عشان اكد لكم فكره الباسورد انها مش بيطلب مره تاني. هروح هنا، انا مش هشغل راندوم باسورد تاني، خلاص انا عايزه يدخل على طول. ادوس ستارت سيرفيس واروح اكتب ftp نقطتين فوق بعض /192.168.1.2 فوق بعض 4.5.1.3 وادوس انت. كده فتح لي على طول، لا طلب يوزر نيم ولا باسورد عشان انا ما معلمش على راندوم باسورد. وادخل هنا وانقل الملفات بتاعتي براحتي، سواء هدي للموبايل او هاخد منه الحاجه اللي انت حاببها براحتك انت. فطبعا ده على حسب ما انت حابب، بس خلي بالك لو ما فصلتش ستوب سيرفيس هيفضل الاكسس متاح على الكمبيوتر بتاعك انك تنقل اول ما تتصل بالواي فاي. فبرضه في ميزه تانية في التطبيق ده، لو طلعت ودوست كلوز اب هو كده الاكسس اتقفل اصلا، يعني لازم تسيب التطبيق مفتوح عشان يفضل الاكسس شغال. وعلى فكره سرعه النقل ده بيعتمد على حجم الملفات، كل ما طبعا الملف حجمه كبر بيطول في النقل اكتر، لان برضه ده شبكه مش كونكشن مباشر، فبيعتمد على جوده الشبكه اولا، ثانيا بيعتمد على حجم الملف. يعني الصوره ما بتاخدش وقت غير الفيديو، يعني لو فيديو كبير هياخد وقت اكتر في النقل، دي هي معروفه. حتى لو انت موصل بكابل USB تايب سي او تايب اي على حسب نوع جهازك برضو بياخد وقت، فعلى حسب حجم الملف. فدي نفس الفكره، على حسب حجم الملف النقل بيطول شويه او ما بيخلص بسرعه. فالطريقه سهله وبسيطه، نقلنا ملفات بين الموبايل وبين الكمبيوتر بتاعك سواء لابتوب او بي سي. اهم حاجه الاثنين متصلين على نفس الشبكه وبنفس الراوتر. فلو الفيديو عجبك وفادك تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس والشير مع اصحابك عشان الكل يستفيد. والى هنا اعزائي المليونير، لقد انتهت جرعه دومين التعلم على هذا اليوم. انتظركم في جرعه اخرى، الى اللقاء.